السلام عليكم. معاكم النهاردة قناة درينك فروت. لأول مرة بيشوفنا لايك للفيديو، وما تبخلوش علينا بالله عليكم، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بالله عليكم كل اللي يشوفنا اشترك في القناة عشان تدعموني، لأن التفاعل بصراحة قليل جدا. هقدم لكم النهاردة طريقة عمل الجاتو شاتو بطريقة جميلة وسهلة ورخيصة جدا في التكاليف. مقاديرنا بقى زي ما هنشوف مع بعض كده: كوباية سكر بودرة، وكوباية إلا ربع لبن. دول في الخلاط هنضربهم كويس لحد اللبن والسكر ما يدوبوا مع بعض. طبعا مقاديرنا كلها فهتبقى ان شاء الله في الخلاط، بس المواد الجافة هتبقى بره. وكوباية زيت هنحطهم عليهم ونحاول نضربهم تاني بحيث ان هم يتجانسوا مع بعض كويس. وبعد كده هنحط نص كوباية كاكاو خام من غير سكر، كاكاو خام صافي، ونحط معلقة فانيليا ونضرب المكونات ديت مع بعضها. هنحس ان هي بقت كريمي قوي وسهلة كده. هي تاخد شوية في الضرب بس ما فيش مشكلة. لو حسيتوا ان هي تقيلة شوية في الضرب الخلاط ممكن نحط نزود شوية لبن بس مش كتير. احنا عايزين الكثافة بتاعتها زي ما هي نازلة كده بالظبط، كأنها شوكولاتة، صوص شوكولاتة. طبعا هناخد الكوباية ديت نركنها على جنب، ونحط بقى في الخلاط بيضتين طبعا مع شوية فانيليا تاني، ونضربهم كويس على اللي باقي في الخلاط. وبره بقى هيبقى فيه المكونات الجافة اللي هي الدقيق والبيكنج باودر وذرة الملح. طبعا الدقيق هيبقى كوباية دقيق هننخله كويس، وذرة ملح ومعلقة بيكنج باودر كبيرة. طبعا المكونات ديت هنقلبها وننزل عليها بقى اللي كان في الخلاط، البيض واللي باقي من الكاكاو الخام مع الزيت مع اللبن، ونحاول نقلبهم كويس حتى يعني ايه يختفي كل الدقيق وما يبقاش ليه اي اثر. بالراحة كده من تحت لفوق من تحت لفوق لحد لما نحس ان المكونات كلها اختلطت. هنجيب صينية نبطنها بالدقيق والسمنة ونصب فيها الخليط، ونحط في الرف الوسطاني على 180 درجة لمدة تلت ساعة. هتطلع معانا زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي نغزها لما تبرد خالص بعد شيش طاووق او بخلة اي حاجة او بحرف سكينة، يعني بحيث ان هي ايه تشرب الصوص اللي احنا هنحط لها بقى الكوباية اللي احنا كنا شايلينها من الاول واحنا بنعمل المكونات. ده الصوص الشوكولاتة اللي احنا كنا شايلين. طبعا صوص الشوكولاتة ده بقى على الجاتو بتاعنا ده، يعني حاجة كده وهم بصراحة، وطعمه جميل جدا جدا جدا. انا عايزاكم يعني تدوقوا المكونات ديت مع بعضها كده وتشوفوا فعلا ان انتوا بتاكلوا حاجة جميلة. طبعا هي حاجة مش مكلفة قوي، ثانيا هي جميلة جدا، يعني طعمها في منتهى الجمال. شايفين الوش بتاعها بيلمع ازاي وجميل وحلوة وسهلة في التقطيع، يعني اسفنجية قوي وطرية وجميلة بصراحة. هنحاول نقطعها كلها زي ما احنا شايفين كده. طبعا التقطيع بقى اللي تناسبكم، عايزينه قطعة كبيرة ماشي، عايزينها صغيرة ماشي، براحتكم خالص. طبعا يعني مش عايزة اقول لكم والله طعمها في منتهى الجمال. شوفوا الحتة ماسكة نفسها
الكيكة بتاعتها منفوشة، والصوص بتاع الشوكولاتة اللي على الوش بيلمع وجميل، والكثافة بتاعتها حلوة أوي أوي أوي. وطبعا مش عايزة أقول لكم ألف هنا وشفا لينا وليكوا إن شاء الله. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.